في أقل من دقيقة جوج حراس تقتلوا وشاحنة عامرة بالملايين تسرقات، والقتلة اختفى ليهم الآثار. كيبدا الفيلم في وسط الطريق، خرجت شاحنة حمراء وقطعت الطريق على شاحنة نقل الأموال، وفي ثواني قليلة الشفارة قطعوا الباب ورماو قنبلة دخانية وسرقوا كاع الأموال اللي كانت في الشاحنة وهربوا. بعد 5 شهور من مور ما طرات هاد السرقة، دخل واحد الراجل مشى للمقر ديال شركة فورتيكو ديال نقل الأموال وطلب يخدم كحارس أمن، وما كانش كيهضر بزاف، ولكن نظرة وحدة من عينيه كانت كافية باش أي واحد يحس أن هاد الراجل ماشي عادي. قال لهم بلي سميتو باتريك هيلر. دار ليه بوليت اللي مسؤول على الحراسة اختبار ديال القوة البدنية والقناصة والسياقة، جاب 7/10 في جميع الاختبارات. نقطة ما كانتش مبهرة ولكن كانت كافية باش يقبلوه. دخل بوليت للشركة وعرفوا على الأعضاء ديالها. في أول نهار ديالو في الخدمة تعرضت الشاحنة لعملية سرقة، أمروه الشفارة باش يخوي الفلوس في واحد الطوموبيل، خرج وبقى كيلوح فيهم. رمى الأولى دخلات والثانية ما دخلاتش، وكنعرفوا مني دارها بالعاني باش مني غادي يهبط شي واحد من المجرمين يهزها غادي يقتلو وغادي يبدا الهجوم. بدا بهذاك الاول اللي هبط يهزها، ودار الثاني صفاها ليه وتبع ليه الثالث قتلو بلا اي رحمه. صحابو بقاو مصدومين منه حيت ما عمر حتى شي حارس قدر يدير هادشي اللي دار. قالوا ليه كيفاش درتي ليها؟ سكت وما جاوبهم حتى بكلمه، ولكن الشوفات ديالو كانت كافيه باش تخليهم يعرفوا ان هذا الراجل مخبي اكثر من هادشي. ولكن الجواب كان مخبي في الماضي ديال هذا الراجل. قبل ما نعرفوه خصنا نشوفوا شكون كان واقف مورا هاد العمليه ديال السرقه. في الجهه الاخرى من المدينه كانت العصابه مكونه من جنود سابقين، خرج من الجيش وقهرهم الفقر، وكل واحد فيهم كان خابر في القتال والاسلحه. والقائد ديالهم هو واحد الشاب متهور سميتو جان، والهدف ديالو واضح، يحولهم لعصابه محترفه ديال السرقات. ولكن العصابه ما كانتش كتنجح في السرقه بالصدفه، كان عندها واحد الخدام من الشركه كيعطيهم معلومات وكيطفي الكاميرات، وهذا الشخص هو بوليت، الراجل اللي كيشوفوه هيل كل نهار في الخدمه. العصابه بداو بسرقات صغار، ولكن الهدف الحقيقي كان كبر بزاف. كان كلشي مضروب ليه الحساب الا حاجه وحده. جا النهار المحدد، غير كان كيقضي عطله مع ولدو وصلنا عليه اليد اليمنى ديالو. قال ليه بغيتك تمشي لحدا الباب مناش كيخرجوا الشاحنات، وراقب الشاحنه واش غادي تدور على اليمين ولا على اليسار. وهاد اللقطه قبل ما يولي هي الحارس في الشركه، ومن بعد غادي نعرفوا شكون هاد هيل وشنو اللي خلاه حتى دخل للشركه. هيل ما بغاش يمشي حيت كان شاد عطله، ولكن في الاخير وافق. كنشوفوه هو وولدو في المكان المطلوب، مشى يتقدى الماكله لولدو، وفي نفس الوقت قال لهم الاتجاه فين اتجهت الشاحنه. كانت الامور هادئه والشاحنه غاديه، حتى كنشوفوا عصابات جان هاجموها بكل قوه. كنشوفوا ولد هيل جالس في الطوموبيل وكاع ما عرف شنو كيوقع حداه. جان الزعيم ديال العصابه اللي كان متهور هددو باش يخرج من الطوموبيل، ولكن الولد ما بغاش يخرج وبقى كيتصل بباه. باه ما جاوبوش حيت كان كيهضر في التليفون، واضطر الولد يهبط. هددو باش يتكا في الارض، ومني تكا قتل جوج ديال الحراس قدام عينيه. من بعدها هيل كان راجع وشاف ولدو متكي في الارض وكانوا بغاو يقتلوه. هيل كان كيجري بكل ما عنده، ولكن وصل متاخر. قتلوا ولدو ب6 ديال الرصاصات وكل وحده فين جات فيه. وفي الوقت اللي كان هيل كيجري ضربوه حتى هو ومشاو بحالهم. وفي هذيك اللحظه كان هيل حل عينيه وكيشوف جان قبل ما يهرب. ومن هذيك اللحظه ما بقى عنده هيل حتى هدف اخر غير يلقى جان باي طريقه. ولكن علاش؟ وشنو الرابط بين هيل والحراسه؟ وهنا كتجي الصدمه. باتريك هيل ما كانش اسمه باتريك اصلا، هذا الراجل هو ماسون هارجي فيرس، اخطر زعيم عصابه في لندن. الشاب اللي تقتل في هذيك العمليه كان ولده. هيل ما دخلش يخدم في الشركه باش يتخلص، دخل باش ينتقم من اللي قتل ليه ولده. من بعد ما عرفنا الحقيقه هيل بقى كيتتبع خطوات جان، ولكن المفاجاه الخائن ما كانش بعيد، كان قدامه وكل نهار كيهضر معاه، وهو نفس الشخص اللي كان كيسرب المعلومات للعصابه. بوليت كان غادي معاه هيل يوصلوا الاموال للبنك، وكشف ليه هيل باللي هو خدام مع العصابه ودير ليد معاهم.
هيل ما توقعهاش وزاد بوليت قال ليه بلا ما تحاول تجبد السلاح، حيت السلاح اللي عطيتك خاوي، وإلا حاولتي دير شي حركة ودع هاد الحياة. هيل وافق، ولكن كانت عنده خطة. دخلوا لواحد المقر سري وخلاهم هي اللي يهزوا الفلوس، وواخا هكاك كانوا خايفين منه حيت كانوا عارفينه مزيان. ومن بعد ما سرقوا الاموال، المجرمين تقسموا على جوج، قسمة دات الفلوس وقسمة ركبات في الشاحنة مورا هيل وبوليت باش غادي يرجعوا بها للمستودع، وغادي يبدا الهجوم الكبير، وغادي نعرفوا ان العصابة رجعت بخطة خطر من هادي، والهدف ولا كبر بزاف، واللي هو مستودع فورتيكو المركزي فيه 150 مليون دولار. في هذاك الوقت دخلوا رجال جان مع هيل وبوليت للمستودع غير بشوي، وبقاو كيقتحموا المكان وكيهددوا الموظفين حتى وصلوا للحارس ديال كاميرات المراقبة اللي خدم عقلو في الوقت اللي كان كلشي فيه مخلوع، وضغط على زر الانذار، وفي ثواني المستودع كامل تحول لساحة حرب. وبوليت خان صحابو وقتل ديفودانا، اما هيل بقى كيطيح اي واحد وقف قدامه. وسط هاد الفوضى جان وصحابو شدوا الفلوس وهربوا بيها، كانوا كيسحبوا باللي نجاو قدروا يهربوا، ولكن جان خان صحابو اللي دار معاهم العملية وقتلهم واحد بواحد، وخدا الفلوس كاملة داهم للدار. ولكن الفرحة ديالو بيهم ما كملاتش، حيت في واحد الصاك من هادوك السيكان ديال الفلوس هيل كان حاط واحد التليفون فيه جي بي اس صنع عليه فيه، وفي الوقت اللي كيجي جان باش يجاوبو كيلقاه هيل موراه، كان قدر يوصل ليه، رمى عليه تقرير الطب الشرعي ديال موت ديال ولدو، وجان قرا فيه هادشي. القرطاسه الاولى دخلت للكبده، القرطاسه الثانيه دخلت للريه، الثالثه للطيحان، والرابعه للقلب. وكان هيل كيطلق القرطاس في نفس البلايص اللي مكتوبين في التقرير، تقتلو بنفس الطريقه باش قتل ليه ولدو. خلى 150 مليون دولار فوق الطبله وما دا معاه حتى دولار، داز حدا اليد اليمنى ديالو وقال ليه صافي ساليت المهمه. من بعد اختفى وحتى واحد ما عرف فين مشى. هذا الراجل ما كانش باغي الفلوس، كان باغي ياخد العداله بطريقته، خاطر بكلشي باش يوصل لهاد اللحظه. واكبر غلطه دارها جان ما كانتش انه طلق الرصاص، كانت انه خلاه هي اللي يشوف وجهه. ودابا كيبقى السؤال، واش الانتقام كيعطي الانسان راحه ولا كيخليه يعيش في نفس الالم طول حياته؟ وإلا وصلتي حتى لهاد اللحظة فكيدل انك كتحب هاد النوع ديال الافلام. ما عليك غير تشترك في القناة وتخلي الباقي علينا. هذا الانستغرام ديالي الى عندك شي ملاحظة. وكان معكم سيمون، تلاقاو في الملخص الجاي. دمتم في رعاية الله.